يا أهل المغرب، ركزوا معي منيح. لا تغركم النتائج الماضية ولا تفكروا اللعب معنا مثل غيرنا. نحن أهل الشام والسعودية. القصة عنا عض أصابع وكسر عظم. نسور آسيون فايقين ورايقين وجايين ننتف ريشكم. ولا بحدا يطلع لي بحجة منتخب أول ومنتخب تاني ووين المحترفين. هالحكي ما بيمشي بسوقنا. مين ما نزل على الملعب رح يروح فرط قدامنا. نحن فايتين على الملعب بروح إيطالية ما شفتوها بحياتكم، ورح نخليكم تندموا على الساعة اللي وقعتكم بطريقنا. ما خدوها مني كلمة، الكأس هالسنة ما رح يطلع من بلاد الشام. النهائي محسوم، سوريا والأردن وبس. انتو والمصريين والجزائريين كلكم برارة. باي باي مغرب، الحلم خلص هون والنهائي شامي 100%. يا أهل المغرب، ركزوا معي منيح. لا تغركم النتائج الماضية ولا تفكروا اللعب معنا مثل غيرنا. نحن أهل الشام والسعودية. القصة عنا عض أصابع وكسر عظم. نسور آسيون فايقين ورايقين وجايين ننتف ريشكم. الكل خايف من مباراة المغرب، وما بتعرفوا انه انا كانت امنيتي نطلع مع المغرب. مو المغرب بده ياخد بحق التوانسة. توانسة كسكسي كسكسي ذبحت العلوشة توانسة. بدنا نلعب مع المغرب حتى نفرجيكن كيف اللعب بيكون. نحن هيك، نحن بدنا نتأهل من فريق قوي، ما بدنا نربح فرقة ضعيفة. اوعوا مرقان للزحزوح على المغرب، بدنا نفوز. وينك يا المغرب؟ على المطر رايح. واخيرا لقاء المنتخب السوري مع المنتخب المغربي. انا اللي بقوله انه المنتخب السوري رايح ابعد من هيك. انا هيك بشوف النتيجة 2-1 للمنتخب السوري بدون استهتار. المنتخب المغربي معروف منتخب عريق غني عن التعريف، ولكن المنتخب السوري السنة هاي غير. عم بلعب بروح، عم بلعب برجولة، عم بلعب تكتيك عالي. لا تستهتروا فيه. توقعوا انه يروح ابعد من هيك بكثير. مو بس انه يروح يغضى المغرب، لا، وابعد من هيك. هذا توقع شخصي. اذا خسرنا ربحانين، ما تفكروا انه احنا خسرانين. لا لا لا، احنا ربحانين. اي منتخب عربي بوصل نحن رح نفرح له. بس على كل الاحوال هاي رياضة. هذا توقع شخصي. 2-1 للمنتخب السوري، وبالتوفيق للمنتخبين. تحياتي. بحالة تأهل المنتخب المغربي تتمنى المنتخب يا جماعة الخير، هذا فيديو لازم يوصل للمنتخب السوري، لازم يوصل للمدرب السوري، لازم يوصل لكل اللاعبين السوريين. المذيع عم بيسأل المشجع المغربي، قال له تتمنى المنتخب المغربي يواجه المنتخب السوري أم المنتخب الفلسطيني؟ قال له اتمنى يواجه المنتخب السوري، لأنه المنتخب السوري جدا ضعيف ومن السهل الفوز عليه. بدنا كسر خشوم يا جماعة الخير. أنا راح أبطل من الشغل وأقعد أتفرج على المباراة. بدي دوائر يا جماعة، كتروا من الدوائر، كتروا من الدوائر. بس توصلوا خط 16 تبعها اكس مربع بيجي هدف. اعملوا خطه 3-3-4 لاموركم لوز اللوز. يعني من بين منتخبات البطولة كلها اللي تأهلت للدور الثاني ما طلعتونا غير المغرب نلعب ضده. لا حول ولا قوة إلا بالله. سوريا ضد المغرب بربع نهائي كأس العرب، خلاص صارت رسمية. سوريا رح تلعب ضد المرشح الأول لهي البطولة. مباراة المغرب من حيث صعوبتها هي حتكون أصعب مباراة على منتخب سوريا حيلعبها ضمن البطولة. حتى لو إن شاء الله تأهل على المغرب حتكون ما في مباراة بصعوبة مباراة المغرب اللي حيلعبها ضده. ولكن بعد اللي شفته بالدور السابق وبالمباريات السابقة فعندي ثقة كبيرة باللعيبة وبالروح يلي عندها انه حيعملوا كل شيء عندهم، يبذلوا كل جهدهم لحتى يتأهلوا للدور القادم على المغرب. وكمان عندي ثقة بخوسيلانا انه ان شاء الله يعرف يمشي المباراة مثل ما بده وياخذ منا يلي بده اياه ويتأهل للدور القادم على المغرب ان شاء الله، رغم انه هي المباراة كتير صعبة وايضا الترشيحات كلها رح تكون للمغرب. مباراة المغرب ضد سوريا ضل بدها ساعات، وهي المباراة فيها تحدي ودق خشوم، وكل التوقعات بتقول تأهل المغرب على المطار ان شاء الله. طيارتين، طيارة للاعبين وطيارة الاهداف اللي بده ياكلوها من سوريا. واذا ما نكون عارفين اسألوا تونس عم تبكي بصمت وعم اسمعوا هاني شاكر. ونحن جايين قطر نمسح المغرب من بعد صلاة العصر، وعنا معنويات عالية. انتبهوا لك، نلعبكم بلاعب وحارس بس. اللاعب الاول عمر خريبين، فريقكم كامل. اما الحارس الاحتياطي هاني شاكر بدنا ننزله لانه الاشقر الاساسي عم ينصاب بالعين. اسالوا عنا التاريخ، عنا ابو حسن الغوطه حارب الفرنساوي ببارودتين ايام حرب البزاق. هذا كاس العرب فلسطيني اردني او سوري فقط لا غير. اذا اخذوه ولاد عمنا السعوديين يا لب عينهم. نحبكم بزاف، نحبكم ديالي، لكن بكره القدم ما في يمر محيني نهائيا. واذا بترجموا هالفيديو على المغربي اكلنا كندر 10-0. جماعة بالنسبة لمباراة بكرة الخطة كالتالي: نقطة ضعف المغربي طاجن والكسكسي. كل واحد مشجع بالملعب ياخذ معه طنجرة، هي مفتاح النصر. نص المباراة حميان الدق فتحناهم، الريحة وصلت للملعب، اللاعبين تبعهم تشتتوا، أشرف حكيمي ممكن يطلع ياكل.
لاعبينا فاتوا تقدموا هجموا جابوا اهداف جبنا المباراه. بدي منك عمر خريبين تتخيل حكيمي تخيلوا بشار الاسد مع انك بتحبه بس انه بس يا رب هن ما يجيبوا معهم شاورما. وخلينا نتبع شغله من اليوم معنا وقت خطه انه بعد العين عنا انه المغرب اقوى منا، المغرب راح تفوز نحن راح نخسر عشان نبعد العين. للأسف الشديد ونقول باي باي يا عراق. على فكرة أنا نصي عراقي عشان ما نبدأ هلا فتن ومش عارف شو يا الشعب المغربي حبيب قلبي انتو. دق الجرس دقيقة، جاهزين للنسور قاسيون؟ لفي رجفة هيك. سؤال شو رأيك مين راح يفوز مباراة المغرب وسوريا؟ مغرب اكيد. كان مخر. ايه بدعاء الوالدين راح تفوز. حتى دعاء الوالدين إذا يسكت فضحتنا. بعد الفوز على السعودية المغرب تتأهل إلى الدور 16 كمتصدر لمجموعتها، وبذلك المغرب تواجه المنتخب السوري في دور 16. المغرب حتى بفريقها الثاني تبقى منتخب من أقوى المنتخبات العربية، لأنه أغلب لاعبتها لاعبة محترفة بدوريات عربية ومن أفضل الأندية، مثل وليد الكرتي لاعب بيراميدز بطل إفريقيا، وبن تايك لاعب الزمالك. مباراة حتكون كتير صعبة، مباراة حماسية جدا بين مفاجأة البطولة حتى الآن المنتخب السوري والمنتخب المغربي. شو توقعاتكم للمباراة؟ وهل سوريا قادرة تكمل مفاجأتها وتتأهل للدور اللي بعده وتقصي المغرب؟ السلام عليكم. يوم الخميس إن شاء الله وبحول الله المواجهة ما بين المنتخب المغربي والمنتخب السوري بإذن الله. بإذن الله أنا متحمس كتير وعلى أحر من الجمر، بس بإذن الله وبحول الله الفوز رح يكون من نصيب المنتخب السوري بإذن واحد أحد، لأنه الفرقة نار نار نار. اضحكي. نتواجه إن شاء الله يوم الخميس بالملعب إن شاء الله. فدعواتكم كلياتكم للمنتخب السوري. وبصراحة هذه أول مرة أنا بتفرج عمرهم ما لعبوا، عمري ما شفت منتخب السوري مواجه منتخب المغربي. بس إن شاء الله إن شاء الله عنا عمر خريبي إن شاء الله هيعمل شي حاجة بإذن واحد أحد. good luck للمنتخب السوري. مباراة غتكون جد رائعة ضد المنتخب السوري. صراحة تفرجت المنتخب السوري عنده كيلعب كرة ممتعة، كيلعب يعني محلول، كيخليك تلعب كرة القدم جميلة. خلينا نتفرجوا في واحد المقابلة واعرة بزاف وخصنا نحدو منهم، ما عندهمش قذفات راه ما شاء الله. وزيد عليها اللاعبين ديالهم فرحانين انهم غيواجهوا المنتخب المغربي، واعترفوا بانهم منتخب مغربي اللي منتخب عالمي، وعجبهم الحال غيلعبوا ضد لاعبين المغاربه اللي ولاو كيتعتبروا لاعبين عالميين ومن الصف الاول. المنتخب السوري قالوا عجبنا الحال نلعبوا مع المنتخب المغربي اللي كيتعتبر من الصفوف الاولى ومن احسن المنتخبات في العالم. صراحه تكون مباراه جميله كما قلنا لكم، خصوصا ان المنتخب السوري كيلعب كره جد رائعه وكيلعب كره مفتوحه بزاف، ولكن ويلي عندهم شي قذفات راه خياليه، شي صواريخ. نتمنى تكون مباراه ممتعه ويستمتع بها الجمهور العربي عامه والجمهور المغربي خاصه. نتمنى الفوز المنتخب المغربي، نتمنى تكون مباراه رائعه وديما مغرب ومرحبا باشقائنا السوريين.